سعادة في مدرجات سانتياغو الفريق الوطني عبر ياسر زبيري. قلتكم ابن الأكاديمية لا يخطئ المرمى، هكذا تربوا وهكذا نشأوا في صرح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لكي يصنعوا الفارق، لكي يسوقوا أنفسهم للعالم على أن المغرب ولاد وأرحام الأمهات ولادة، ولنا كامل الثقة في قدراتكم، عندنا كامل الثقة فيكم، ندعمكم ونساندكم ونؤمن بكم منذ البداية حتى النهاية. ياسر زبيري كرة ثابتة وهدف أول في الدقيقة 12 من الجولة الأولى لهذه المباراة، هدف 0-0. ياسر زبيري، ياسر جول، ياسر في هذه الليلة الظلماء يظهر بدر ياسر معلنا عن أولى أهداف هذه الليلة. يحق لكم أن تسعدوا، أن تفرحوا، أن تتقاسموا هذه الليلة. هنا يتقاسم جزء من التاريخ مع من يحبه، مع من يتعلق به، مع من دعمه منذ البدايات. ذهب في سن صغيرة، يعني كان في عمره 10 سنوات، مشى لأكاديمية محمد السادس لكي يتتلمذ، لكي ينشأ في بيئة تساهم هذا الفتى. يصنع له نفسا اسما كبيرا في المونديال، يصنع له اسما كبيرا في كاس العالم، يسعد الملايين، يسعد كل من يعشق هذا الوطن. يؤكد من جديد ان المغربي في طبعه رجل تحديات، ان المغربي في ثقافته يعشق الالقاب، ان المغربي في طبعه ممكن وانه يصنع المستحيل، والمستحيل هذه الليله ليس مغربيا، صعيب ومستحيل انه المستحيل يكون مغربي. ياسر زبيري اليوم يقدم نفسه ويقدم اوراق اعتماده كواحد من النجوم الكبار، النجوم الكبار، هذا اللي تعلموا وهذا اللي تربى عليه في سن صغيره، في سن صغيره قلت لكم 10 سنوات، مشى الاكاديميه بعيدا عن حضن الام ودعمها، بعيدا عن العائله، يصنع له اسما كبيرا اليوم، يصنع له اسما كبيرا هذه الليله. زبير من معمى الموهوب، من معمى واتفورد، اللاعب الكبير، اللاعب الكبير، معمى يقدم دروس في فنون الكره. وياسر زبيري يقدم نفسه هدافا لا يشق له غبار في نهائي المونديال. 2-0، الحلم يكبر. لا هذا الواقع، هذا الواقع اللي نعيشه جزء منه اليوم.